السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره. النهاردة فرحة كبيرة لجماهير المارد الأحمر. أنا طالع معاكم دلوقتي عشان أشارك كل جماهير المارد الأحمر بفرحة النادي الأهلي بالبطولة ال11 يوم 11. بتمنى من كل يشوف اللايف يعمل اشتراك، يعمل مشاركة لللايف عشان الناس كلها تشوف. أنا طالع معاكم النهاردة عايزين نحتفل كلنا بالكاس ال11 مع النادي الاهلي واللعيبه في المباراه وفي الاستاد. يا ريت كل اللي يشوف اللايف يعمل مشاركه عشان الناس كلها تشارك معانا الفرحه بتاعت النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي اثبت ان هو نادي كبير ونادي عظيم برغم من الظلم التحكيمي اللي شفناه في المباراه واداء الحكم السيء، وده بان في المباراه الاولانيه في القاهره، والنهارده المباراه الثانيه حكم ضعيف زي الكاف بالظبط. ما هو كاف ضعيف عشان يحكم حكام زي دي في ادوار اقصائيه، يعني كان عايز يوقع الاهلي باي طريقه، لكن النادي الاهلي اكبر من كل شيء. النادي الاهلي غصب عن الاتحاد الافريقي وغصب عن التحكيم الظالم وغصب عن كل اللي كان بيحصل في المباراه، وكان من تعطيل لعب واداء لاعبين واسلوب لعب كان عنيف. النادي الاهلي بيثبت ان هو زعيم القاره. النادي الاهلي احسن فريق في مصر وفي القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط. يا ريت كل اللي يشوف اللايف يعمل مشاركه. عايزين نشارك الفرحه زي ما احنا شايفين ان كل جماهير النادي الاهلي تشارك معانا فرحه النادي الاهلي. وانا طالع على طول بعد المباراه عشان ابارك لكل واحد من جماهير النادي الاهلي واقول لهم ما تخافوش، النادي الاهلي عظيم، النادي الاهلي كبير. وعايز ابعت رسائل لجماهير الزمالك اللي كانت طالعه تدعم فريق الوداد، وعايز اقول لشوقي السعيد بالاخص يعني كرهك للنادي الاهلي ولا هيفيدنا ولا هينقصنا، تشجيعك لاي فريق ولا هيزودنا ولا هينقصنا. كل المواقف اللي بيقع فيها النادي الاهلي بيبين معدن الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي من اي اعلام او من اي لعيبه سابقين، سواء كانوا بيشاركوا في الانديه الاخرى اللي هي زي نادي الزمالك، زي طارق السعيد، زي تامر عبد الحميد وشوقي السعيد. كل ده النهارده النادي الاهلي بيرد على كل الناس اللي اتكلمت على النادي الاهلي من اول البطوله، من اول دور المجموعات، رضا عبد العال وشوقي السعيد وتامر عبد الحميد. انا وغير الاعلام الزملكاوي على قناه نادي الزمالك جمال عبد الحميد وخالد الغندور، كل الناس انا نفسي اعرف دلوقتي هو احساسهم ايه، وهم هم حاسين بايه بعد لما النادي الاهلي بيتوج للمره ال11 في تاريخه. انا عايز كل الناس تطلع وتعلق لي وتقول لي يعني احساسها ايه بالمباراه وايه بتشوفه. انا بالنسبه لي كنت مضغوط جدا وكنت خايف من اداء الحكم، وبالفعل هو حكم ضعيف وما يصحش وما يصلحش ليه نهائي افريقيا نهائي، لان زي ما قلنا كل اللي بيحصل من الكاف ده بتبقى فيه يعني تعنت للنادي الاهلي وجماهيره، ومش عايزين النادي الاهلي يوصل باي طريقه، لكن النادي الاهلي قادر ان هو يوصل لابعد مدى ويتوج بالبطوله الافريقيه. يا ريت الكل يتابع معانا ويشوف، يا ريت الناس كلها تتابع معانا وتشوف. ادينا شايفين اهو جزء من الاحتفال. انا طالع اشارك معاكم الاحتفال لحظه بلحظه. اتمنى من كل جماهير النادي الاهلي تشارك معانا الفرحه. طبعا انا مش قادر اوصف لكم انا بالنسبه لي انا سعيد قد ايه وفرحان قد ايه بالنادي الاهلي. وكمان عايز اتكلم على ان بالرغم من الاتحاد المغربي، رئيس الاتحاد المغربي حاول ان هو يساعد فريقه على قد ما يقدر بحيث ان هو يكسب البطوله، لكن وما شفناش ده طبعا من الاتحاد المصري لكره القدم، ما شفناش مسانده، ما شفناش الا يعني بوستات يعني نازله من اتحاد الكوره، ما فيش مسانده حقيقيه من اتحاد الكوره للنادي الاهلي. انا طالع بتكلم عشان اقول لكم الفرق ما بين ما بيحصل من المسؤولين في مصر عن الكره المصريه وبالذات من اتجاه النادي الاهلي والمسؤولين في المغرب انهم بيساندوا فريقهم عشان يوصلوا للبطوله الافريقيه.
انا طبعا مش هوقف البث الا لما الناس كلها تشوف انا طالع معاكم زي ما قلت، اشارك معاكم الفرحه بجماهير النادي الاهلي. فرحه مش هتتوصف، اداء لعيبه رجاله، كل اللعيبه ادت اللي عليها. انا والله كنت متاكد ان محمد عبد المنعم هيجيب هدف من ضربه ركنيه، وفرحان جدا بالاداء. وزي ما قلت انا كنت خايف من اداء التحكيم، يعني كل الحاجه الوحيده اللي كنت خايف منها هو اداء الحكم. يا ريت كل حد يخش اللايف يعمل مشاركه لللايف عشان الناس كلها تشوف. انا طالع افرح مع جماهير المارد الاحمر زي اي جمهور، وعايز احتفل بال11 وعند في كل واحد طلع بيتكلم عن النادي الاهلي بطريقه سيئه او تقليل من النادي الاهلي. يا ريت الكل يشارك معانا في اللايف ويشارك برايه، وكمان يشارك ويقول ايه احساسه وهو بيتفرج على المباراه، او الاول او ايه الحاجه اللي كان خايف منها اثناء مشاهدته للمباراه. انا بالنسبه لي كنت خايف من التحكيم، وفعلا حصل بعض الاخطاء من التحكيم اللي كانت بتثير غضب لعيبه النادي الاهلي. لكن ما ننساش ده كله ان العبقري مارسيل كولر عرف ازاي يدير المباراه، وعرف لما سحب حسين الشحات، ان حسين الشحات كان خلاص بدأ ان هو يتعصب ومش قادر يعني يداري امور المباراه. لكن انا كل اللي يهمني ان احنا نشوف اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي، ان النادي الاهلي بيتوج بال11 المره ال11 في تاريخه. وعايز اشوف الناس اللي طلعت اللي قالت بدعم الوداد ضد النادي الاهلي، وللاسف دي ناس مصريه وناس زملكاويه. انا نفسي اشوف يعني رد فعلهم، وعايز اعرف. طبعا هم كلهم اكيد زعلانين دلوقتي. طبعا انا طالع اقول لهم هارد لك. النادي الاهلي عمره الحاجه الوحيده اللي انا كنت خايف منها النهارده ان اشوف فرحه في عيون الناس اللي طلعت تقول انا بدعم الوداد ضد النادي الاهلي، وللاسف هم ناس مصريين. شايفين لعيبه الوداد بتاخد ميداليات المركز الثاني، وان شاء الله هتبقى دي البدايه، وان شاء الله الاهلي رقم واحد دايما. وعمر ما النادي الاهلي اي عراقيل بتقابله النادي الاهلي قادر انه يعديها من اول دور المجموعات. ما تنسوش من اول الناس اللي بتتابع من جماهير المارد الاحمر بتتابع الاهلي في البطوله الافريقيه من اول دور المجموعات. وكمان هو دور المجموعات كان باين ان هو مهزوز وكان مضغوط، لان الاهلي لعب مباريات اكتر من اي فريق في بطوله افريقيا، لان هو شارك في كاس العالم للانديه، ورجع من كاس العالم للانديه على السودان، ومن السودان رجع على الدوري المصري. وزي ما حضراتكم كلكم عارفين ان النادي الاهلي مضغوط، واكتر فريق مضغوط، واكتر فريق لعب في البطوله، لعب في البطوله الافريقيه، ولعب في الدوري المحلي، ولعب كاس مصر، ولعب كاس السوبر مرتين، مره مع الزمالك ومره مع بيراميدز. انا عايز بس الناس كلها تشوف اللي انا شايفه وتحس بالاحساس اللي انا حاسه. انا مش قادر اقول لكم يعني. انا بقول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي وجماهير المارد الاحمر. بتمنى من كل يشوف اللايف يعمل مشاركه عشان الناس كلها تشوف. انا عايز الناس كلها تشارك الفرحه وتشارك وتشوف اللعيبه دي اللي تعبت في البطوله من اول البطوله لغايه دلوقتي. كانت الناس كلها بتنتقدها وبتقول ان اللعيبه دي مش هتطلع من دور المجموعات. هو ده الفريق اللي خسر 5-2 من سان داونز. هو ده الفريق ده عشان النادي الاهلي، وهو نادي اهلي كبير قدر يوصل للنهائي. وعمره ما هنقول ان هو وصل بضربه حظ، لا، النادي الاهلي وصل بمجهوده. زي ما ضربه الجزاء ضاعت من اطهر الطاهر، في ضربه جزاء ضاعت من محمد هاني في ماتش سان داونز، لو كانت جت كنا حسمنا الصعود للمجموعه. يا ريت يا جدعان اي حد يخش اللايف يعمل مشاركه. انا عايز الناس تشوف النادي الاهلي وهو بيتوج ببطوله افريقيا للمره ال11، عشان الناس اللي طلعت، كل الناس اللي طلعت من جماهير نادي الزمالك، وللاسف لعيبه قدامى من نادي الزمالك طلعت تدعم الوداد. عايزين نبقى فخورين بمحمد الشناوي، وان شاء الله مصطفى شوبير هو حارس مرمى الاهلي القادم ان شاء الله. حارس مرمى مصطفى شوبير قدم
مستوى رائع في مباراه الذهاب، واكد ان هو حارس مرمى يليق ان هو يبقى حارس مرمى النادي الاهلي. عايز الناس كلها تشارك اللايف يا جدعان، عايز الناس كلها تشوف لحظه تتويج النادي الاهلي بال11 لايف علن قدام الناس. شايفين فرحه الاهلي واللعيبه، شايفين فرحه الاهلي واللعيبه. انا عايز ان اللحظه دي كل الناس تشوفها وتتسجل، عشان دي لحظه هتبقى في عيون كل الناس اللي شككت في النادي الاهلي، وكمان طالعه تقول انا بشجع الوداد قصاد الاهلي. وللاسف زي ما قلت ان هم ناس مصريين. عايز الناس كلها تشوف كابتن محمد الشناوي وهو بيرفع كاس البطوله 11. الاهلي بيتوج البطوله 11. يا ريت الناس كلها تشارك معانا. شايفين فرحه الاهلي واللعيبه. الاهلي قادر ان هو ياخد البطوله في اي دوله وفي من اي فريق، لان النادي الاهلي اقوى من اي فريق في افريقيا. مش بالكلام، لا، اقوى من اي فريق في افريقيا. لا، لحظه تتويج النادي الاهلي بالبطوله 11. يا ريت الناس كلها تشوف وتتابع. انا طالع اللحظه دي عشان اصور الحلقه دي، عشان اسجل اللحظه دي بفرحه لعيبه الاهلي بالبطوله 11. الاهلي رقم 1، الاهلي زعيم افريقيا، الاهلي هو زعيم القاره، الاهلي هو احسن فريق في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. الاهلي اللي بيوصل كاس العالم للانديه زي اي بطوله، زي بطوله الافريقيا، زي البطوله الافريقيه، زي بطولات الكاس. النادي الاهلي اللي نفسي اي حد يشوفه يطلع يتكلم يقول ايه، بالذات شوقي السعيد وتامر عبد الحميد وجمال عبد الحميد، واللي بيطلعوا على قناه نادي الزمالك، اللي بيدعموا جماهير الزمالك، اللي بيدعموا جماهير الوداد في ماتش نهائي افريقيا بين الوداد والاهلي، فريق مصري. كل اللي حصل قبل المباراه كان عندي احساس ان النادي الاهلي هيتوج بالبطوله، عشان كل الناس الحاقده على النادي الاهلي والكرهه للنادي الاهلي. هذه اللحظه اللي احنا كنا مستنيينها من اول البطوله. يا ريت كل الناس تشارك معانا الفرحه. وكمان انا ببارك للنادي الاهلي، ببارك للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، ببارك لكل الناس، ببارك لكل واحد من جمهور الاهلي واحد. وعايز ارد انا برد على الناس اللي طالعه تأيد الوداد ضد النادي الاهلي ان هم مصريين وبيلعبوا في انديه، وللاسف كانوا لعيبه قدامى بيلعبوا في انديه زي نادي الزمالك، زي شوقي السعيد وتامر عبد الحميد، والناس اللي سمعناهم طالعين بيعلنوا كده قدام الناس ان هم بيكرهوا النادي الاهلي وعايزين النادي الاهلي يخسر. ده ليه؟ عشان النادي الاهلي دايس عليهم، دايس على عينيهم، مش عارفين يعملوا حاجه مع الاهلي، مش عارفين ينجحوا. لا، عشان هم مش عارفين ينجحوا فلازم يعملوا حاجات يخلوا الاهلي يفشل او يقع، وده مش هيحصل. اللحظه اللي احنا شايفينها دي رد على كل الناس اللي طلعت، ويا ريت الناس كلها تشارك معانا فرحه زي ما احنا شايفين. بتمنى طبعا الناس كلها تشوف اللايف وتعمل لنا اشتراك للقناه. بتمنى ان الدعم من جماهير المارد الاحمر. وكمان في النهايه انا كنت عايز اسجل لحظه تتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه للمره ال11. يا ريت الكل يشارك معانا ويشوف الفرحه الكبيره. وكمان عشان نرد على كل منتقدين النادي الاهلي اللي طلعوا وقال لك احنا بندعم الوداد ضد النادي الاهلي. كلنا طبعا هنتابع النهارده، هنشوف هم هيقولوا ايه وتصريحاتهم ايه، بس اهم حاجه ان احنا نسجل اللحظه دي، نسجل اللحظه دي لحظه فرحه جماهير النادي الاهلي. ودي لحظه عمرها ما هتتنسي، لان البطوله دي بطوله غاليه، بطوله جت عن طريق صعوبه جامده. طبعا انا في النهايه بشكر كل جماهير المارد الاحمر
وبقول الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لمجلس الاداره، والف مبروك للمدير الفني والجهاز الفني وللعيبه. الف مبروك لكل واحد اهلاوي بيحب النادي الاهلي. مش هطول عليكم، انا كنت عايز اسجل اللحظه دي، والله انا كنت متاكد ان محمد عبد المنعم هيجيب جون بنفس الطريقه دي، لان محمد عبد المنعم بيظهر في اللحظات الصعبه والحاسمه. انا في النهايه بتمنى ان النادي الاهلي يوصل لابعد من كده، ويبقى احسن من كده 100 مره، واحنا كلنا بنحب النادي الاهلي، عشان كده بنبقى عايزينه رقم واحد على طول. كل الناس اللي حاربت النادي الاهلي ودعمت الفرق الثانيه قصاد النادي الاهلي، يا ريت نشوف رد فعلهم، لان فرحه النادي الاهلي النهارده تساوي كتير، فرحه النادي الاهلي النهارده تساوي كتير. وفي النهايه بشكر كل جماهير المارد الاحمر، والف مبروك تاني وتالت للنادي الاهلي وجماهيره، والف مبروك للجهاز الفني واللاعبين، وبشكر كل اللعيبه وكل الجهاز الفني على الاداء النهارده. وبتمنى من كل الجماهير انها تشارك معانا اللحظه، يا ريت الكل يطلع. والله من ساعه التغيير ده ما حصل، من ساعه التغيير ما طلع حسين الشحات، لان حسين الشحات خلاص اتعصب، ما كانش هينفع يكمل المباراه، وكمان واخد انذار وكان معرض للطرد. انا عايز الناس كلها تشارك الفرحه الكبيره، وكمان عشان ترد على العالم الفاشله البائسه اللي كانت طالعه تدعم النادي، تدعم نادي الوداد ضد الاهلي، وللاسف كانت بتقول كده علني وما كانتش بتتكسف. ويا ريت يعني عايزين نشوف بقى شوقي السعيد هيقول ايه، ولا تامر عبد الحميد هيقول ايه، ولا نشوف كل الناس اللي طلعت وهاجمت النادي الاهلي هتقول ايه. احنا هنعمل لقاء تاني ان شاء الله، وهنعمل حوار تاني ان شاء الله، بس اهم حاجه تدعمونا بمشاركه اللايف، وتدعمونا بالاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.